السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم طورطة باردة بدون فران، طريقة سهلة وبسيطة وتجي لذيذة بزاف. نبداو بالمقادير على بركة الله. بالنسبة للطبقة الاولى نحتاجو 250 غرام ديال البسكوي مطحون، 100 غرام ديال الزبدة مذوبة تقريبا كاس الا ربع. الطبقة الثانية هنحتاجو علبة ديال الاناناس فيها 340 غرام اناناس معلب، ونحتاجو 4 الاوراق ديال الجيلاتين، 400 مليلتر ديال الكريمه طلعت على شكل شونتيي، ياغورت بنكهه الكوك او يمكن لكم تعوضوه بالحليب ديال الكوك او الحليب العادي او الياغورت الطبيعي. وهنحتاجو السيرو ديال الاناناس اللي كانت فيه العلبه ديال الاناناس تقريبا فيه 200 مليلتر، و70 غرام ديال السكر سنيده. في الاول هناخذ هذا البسكوي نزيد عليه الزبده ونخلطو مزيان. خديت هنا قالب اللي فيه القراصه او يمكن لكم تاخذوا اطار ديروه في طبق التقديم مباشره. درت فيه الورق ديال الفران من التحت باش يسهل عليا نديرو في طبق التقديم، كما يمكن لكم ديروه مباشره في طبق التقديم. هناخذ البسكوي ندير به الطبقه الاولى، هناخذ بحال هكا كاس اللي تيكون مسطح بحال هكا، هنضغط به على البسكوي باش تجينا طبقه مقاده صافي بحال هكا. غندخلو للثلاجه باش بما وجدت الطبقه الثانيه. هناخذ دابا الاوراق ديال الجيلاتين نمشيهم هنا في الماء باش يطلقوا. كلينا نعوضوا الاوراق ديال الجيلاتين بفلان بنكهه الفاني، تديروا 2 ديال الفلان في 400 مليلتر ديال الكريمه الا بغيتو يجي عاقد مزيان. هناخذ هاد السيرو ديال الاناناس ونزيد عليه السكر سنيده ونديهم فوق العافيه حتى يغلاو مزيان يولي لنا بحال شكل السيرو، وعاد نطفيو عليه. صافي ملي تنديرو السيرو ديال الاناناس مع السكر غير يذوب لينا السكر بحال هكا صافي تنحبسو تنطفيو عليه البوطه. تناخذوا الجيلاتين تنصفيوه من الماء ونزيدوه من حد السيرو باقي سخون باش يذوب لينا. صافي تنحركوه باش يذوب لينا حتى تنحيدوه من فوق البوطه، عاد تنزيدو معاه الجيلاتين صافي بحال هكا. هناخذ دابا اناناس معلب هنطحنو، تديروا في الخلاط الكهربائي فاش ما كان تطحنوا. انا درت غير في هذا. وهنزيد عليه الياغورت باش يسهل الطحين ديالو. ملي تيطحنا بحال هكا صافي، ملي تيطحنا بحال هكا اناناس تنزيد عليه السيرو اللي زدنا فيه الجيلاتين خصو يكون شويه دفا صافي، وتنعاودو نخلطو. صافي رجعت الخليط ديال الاناناس هنايا باش نزيد عليه الكريمه. صافي تنخلطها واخا ما تكونش طالعه لنا الكريمه مزيان، واخا ما تكونش يعني واقفه بزاف تكون احسن. صافي مجرد ما تتخلط لينا الكريمه مع اناناس جميع العناصر صافي تنحبسو من التخلاط بحال هكا
صافي دابا غندير الكريمه فوق الطبقه ديال البسكوي. صافي تنقادو الوجه ديالها كما شفتوا، طريقه سهله وبسيطه دغيا تتوجد لينا، غير المده اللي تنخليوها تبرد فيها. الا بغيتوها شويه السمك ديالها ما عاليش تديروها في قالب كبر، حيت هاد القياس اللي عطيتكم تعطينا طورطه كبيره. كما الا بغيتو ديروا غير وحده صغيره تتنقصوا المقادير. صافي غنخبطها بحال هكا شويه باش لا كان شي هواء تيخرج وتجينا مقاده. صافي دابا غندخلها للثلاجه حتى تبرد وتنقدموها. ها هي الطورطه ملي خرجتها من الثلاجه. الا بغيتوها ديروها على شكل كلاصي تخشيوها الكونجيلاتور حتى تتجمد وتستهلكوها. لا بغيتو تخليوها هكا كريميه تديروها غير في الثلاجه. انا غنزينها دابا. خديت هنا كريمه طلعت على شكل شونتيي. تزيين اختياري، كل واحد كيفاش يمكن له يزينها كما بغيتو تخليوها هكا باي حاجه بغيتو تزينوها. نقابل معها هنا وحده. تندير هاد الطريقه غير باش يجيوني مقادين، وحده مقابله مع وحده، من بعد عاد ندير الوسط. صافي وهنايا تندير بيناتهم. بحال هكا. الا بغيتو تزينوها بطريفات ديال الاناناس، حيت حنا مصايبينها باناناس باي حاجه. انا خديت هنايا حبل ملوك معسل بحال هكا غنزين به. كما قلت لكم التزيين تيبقى اختياري. غنزيد حتى وحيده هنا الوسط، هي تعطينا شكل زوين هكا. كما شفتوا تعطينا منظر جميل، وكما شفتوا سهله بزاف في التحضير، ما تطلبش الوقت بزاف وما تطلبش مقادير كثيره، وتجي لذيذه بزاف ومنعشه. نتمنى تعجبكم وتجربوها. ولا عجباتكم ديروا لي لايك واشتركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.